مساء الفل على حضراتكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير كده وبصحة وكل حاجة حلوة. ماشيين معانا الرحلة. في الرحلة اللي عمالين نشوف فيها تحديات، عمالين بنتعلم ازاي نقدر نولد طريقة تفكير تانية، نتعلم نبص للأمور بعيون حلوة علشان نعرف نستفيد من كل تحدي بنقابله في حياتنا، بدل ما نقف نعطل ونتصادم ونقول ايه ده وليه وبيحصل. بالعكس، يبقى عندنا طريقة تفكير كده بتساعدنا ان احنا نستفيد ونطلع بأحسن حاجة من كل تحدي بنقابله. طيب خلوني افكركم بسرعة احنا بنعمل ايه في الرحلة بتاعتنا. احنا اوريدي في مرحلة استعداد للخروج للحياة ونشوف التحديات اللي هتواجهنا، ولكن اول حاجة بدأنا بيها السلسلة بتاعتنا هي التحديات اللي بين الراجل والست، علشان قلنا هم دول زي ما بدأ كده ربنا الحياة بآدم وحواء، هي دي أهم علاقة لازم إن إحنا نظبطها ونهتم بيها علشان نقدر نستمتع أكتر برحلتنا ونكون دعم وسند لبعض في الرحلة بتاعتنا. بيصعب عليا قوي كتير لما بشوف نسب الطلاق وصلت لإيه. كتير شباب وبنات زي الفل بيهربوا من الجواز، مش عايزين يتجوزوا. لا لا لا، جواز أعمل في نفسي كده ليه؟ شيء بجد يحزن ان احنا وصلنا لكده في الوقت اللي دي احلى علاقة المفروض ان احنا نكون شايفين يا دي منظومة رائعة جدا ربنا عملها علشان نستفيد منها. تعالوا نشوف النهاردة ايه التحدي اللي عندنا في العلاقة دي. يلا بينا يلا بينا. طيب التحدي ده هو تحدي لغات الحب الخمسة المختلفة. يعني ايه؟ في لغات للحب مختلفة، كل واحد فينا عنده لغات حب مختلفة، بيعبر عن حبه بطريقة مختلفة. فبالتالي لما بندخل مع بعض في العلاقة ونواجه الاختلاف ده بيحصل صدام، بيحصل مشاكل. طيب قبل ما نفهم القصة دي وقبل ما نشوف هنتعامل معاها ازاي ونطلع ازاي بنسخة احلى، كالعادة هفضل دايما بثبت كده عليها، تعالوا اوريكم او نشوف كده هي الحياة بتعمل معانا ايه. الحياة يا جماعة دايما بتعلمنا دروس كتير قوي. من ضمن الدروس اللي الحياة بتعلمها لنا ما تضيقش واسع. يعني ايه؟ الدنيا واسعة، انت اللي بتضيقها، انت اللي بتحددها. فدايما الحياة تفضل تحطك في مواقف وتديك حاجات تخليك تتعلم المرونة، تتعلم توسع الحاجة ما تضايقهاش. فانت قاعد بتدعي ربنا مثلا بالرزق، يا رب الرزق يا رب الرزق، وانت في دماغك بس ان الرزق هو فلوس. قبل الفلوس ما تجيلك دعوتك مستجابة وربنا بيجيب الدعاء، بس لازم تتعلم درس. فيجي يديك ارزاق تانية ممكن انت ما تشوفهاش، فتيجي ناس تقولك الحمد لله، بص انت ربنا مبارك لك في صحتك، بص الحمد لله انت اولادك زي الفل وشاطرين في المدرسة، بصي ده انت ربنا ما شاء الله محنن قلب جوزك عليكي. فافضل قافش، لا انا عايز الرزق الفلاني بالطريقة الفلانية. فالحياة بتعلمك وسع، الرزق مش حاجة واحدة، في انواع مختلفة من الارزاق. طيب الرزق هيجيلي من الطريقة دي، فتقول لك لا ده ربنا هيرزقك من حيث لا تحتسب. ليه؟ علشان دايما تبقى مصدق ان في مسارات كتير حتى لو انت مش شايفها هي موجودة والرزق هيجيلك منها. وسع وسع، بلاش تبقى ضيق. طيب لو شفنا نفس المبدأ ده بقى في اختلاف لغات الحب الخمسة، يا ترى هنلاقيه ازاي؟ هم اصلا ايه لغات الحب الخمسة؟ 5 لغات. اول لغة لغة الكلمات، الكلام الحلو، تشجيع الكلام الحلو. تاني لغة لغة الافعال. تالت لغة جودة الوقت او الكواليتي تايم. رابع لغة لغة الفيزيكال تاتش او يبقى فيه تلامس جسدي. خامس لغة هي الهدايا. طيب كلنا اكيد ممكن نكون بنحب ال5 حاجات، في مننا وفي مننا مش فارق معاه حاجات معينة، ولكن عنده اللغة او 2 هم المهمين جدا 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 بالنسبة له. طيب تعالوا نشوف ازاي بيحصل صدام وازاي نتعامل مع التحدي ده. تيجي مثلا زوجة لغة الحب بتاعتها هي الكلام، واللغة التانية جودة الوقت. هم دول بالنسبة لها الحب، يعني تقول لي كلام حلو وتقعد معايا قعدة حلوة، ده بالنسبة لي بقى الحب بقى ومعنى الحب ولغة الحب. طيب يجي الزوج لغة الحب بتاعته هي الهدايا، تمام، وهي مثلا الفيزيكال تاتش. طيب يجي الزوج ده يسافر سفرية،
فهو مشغول شغل، اجتماعات، رايح جاي رايح جاي. الزوجه دي متضايقه جدا، انت ما بتحبنيش، ما بتسالش عليا، بتكلمني مكالمه يا دوبك رد غطاها وتقفل، الو تمام باي 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 باي، الا ما قلت لي وحشتيني، الا ما قلت لي عايز ارجع البيت. فهي بتتهمه انت ما بتحبنيش وانت مش فارقه معاك. فهو يرجع جايب لها هديه، فيبتدي يقول لها ده انا كنت مشغول، بس انا قعدت سالت الناس احسن مكان اجيب لك منه بارفان ايه، واحسن مكان اجيب احدث حاجه موضه ايه، وجبت لك دي احدث حاجه نازله. تقول له خلي هداياك لنفسك، انا مش مستنيه منك هدايا، انت كنت فين؟ وتقعد تتخانق معاه وتتهمه انت هتضحك عليا بهديتين؟ انت فاكر يعني ان انا الهديتين اللي جبتهم لي دول هم دول اللي انت يعني تضحك عليا بيهم؟ هو يبص كده، اضحك على ايه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ في ايه؟ بدل ما تشكريني، بدل ما تنبهري ان انا دفعت كل الفلوس دي عشان اجيب لك اغلى حاجه. فيبتدي يحصل صدام. ليه؟ لان احنا ضيقنا واسع. انا زنقت نفسي ان الحب بس معناه انك تقولي كلام حلو وتقعد معايا قعده حلوه. في الوقت اللي ربنا اداكي شريك حياه مختلف عنك علشان يساعدك توسعي قنوات استقبال الحب. انت ليه عايزه تستقبلي الحب بس بالطعمين دول، التو فليفرز دول بس؟ لا لا لا، احنا هنجيب لك واحد تاني يدوقك نكهه جديده، يفتح لك مسار جديد تستقبلي. فمدل ما انت هتستقبلي حب بس بالكميه دي ومن الاتجاه ده، لا لا لا، ده جاي يوسع لك، فاستقبل حب اكبر. يبقى اختلاف لغات حبنا لو اتعاملنا معاه صح بالعكس ده هيخلينا ناخد جرعات حب اكبر مش اقل زي ما احنا فاكرين. طيب ناخد مثال العكس. يبقى راجل عنده لغة الحب الأولى هو الفيزيكال تاتش أو التلامس الجسدي، لغة الحب التانية هي جودة الوقت. طيب زوجته تكون لغة الحب الأولى عندها الأفعال، طيب ولغة الحب التانية عندها الكلمات. فيجي يتخانق معاها، انت فين في حياتي، انت مش ست، انت مش عارفة ايه، والعلاقة الحميمية، وانت 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 ما بتحبنيش، وانت ست مهملة، وانت مش ست، وانت زوجة فاشلة، وانت. فهي تحس فجأة انا ده انا قايده صوابعي العشرة شمع عشانك، ده انا بعمل لك وبطبخ لك وبيتك فل نظيف وعيالك ومامتك باخدها واديها للدكتور وراعيها واساعدها في حاجه البيت. هي دي الطريقه اللي هي بتقول لك انا بحبك بالافعال. فانت شايف ايوه بقى انا خدت ايه؟ فين بقى الفيزيكال تاتش بتاعي؟ فين بقى الجانب بتاعي؟ فيبقى انا ضيقت حاجه واسعه. حلو، هناخد احتياجاتنا وهنتعلم ازاي ناخد حبنا، لكن لازم نسمح لنفسنا وندرب نفسنا ان اشوف حب بلغه مختلفه. فبدل ما انا شايف ايه اللي انت بتعمليه لي، انا استفدت ايه يعني لما انت عملتي كده؟ الله، ايه ده الست دي جدعه، ده انا متجوز بنت اصول، ايه ده دي شايله وبتعمل. ابتدي ادرب نفسي استقبل الحب بس من حته تانية، من قناه جديده. والعكس، هناخد الكلام الحلو والجوده وهنعلمه له وهنعمل ده دلوقتي، بس قبلها الله ده راجل مش بخيل، ده راح جاب لي هديه غاليه. طب ما هو كان ممكن يكون ما بيحبكيش بس برضه هو راجل بخيل. الراجل مش بخيل واهتم وبعت مين يسال احسن محل واحسن مكان واجدد بارفان نازله. يبقى استمتع انه حاول يهتم ايفن بالطريقه دي حتى لو دي مش الطريقه اللي انت عايزاها. يبقى لو غيرنا نظرتنا وبصينا انه الله الحمد لله ان احنا مختلفين، فاحنا بنوسع قنوات استقبال الحب. ومش بس كده، بنروح لنسخة احلى. انا هبتدي كمان اركز في لغة حب ما كنتش بركز فيها، وابتدي احاول اتقنها ومارسها. فبدل ما انا كنت بعرف اعبر بطريقتين بس، لا انا بقيت هعرف اعبر بثلاثة واربعة. طيب ازاي نرمين ممكن نتعلم او نعلم شريك حياتنا اللغه بقى اللي احنا عايزينها؟ خلاص اوكي ماشي، كلامك حلو وجميل وهنستقبل حب والكلام الحلو والجميل ده، بس انا بقى عايزه بقى اللي انا عايزاه بقى. ايوه بقى اعلمه له ازاي؟ ما بيعرفش. ايه اللي انا اعمله؟ اول حاجه لازم عندنا صبر. هديكم مثال. حد راح روسيا وهو ما يعرفش روسي، خلاص؟ طيب اول ما هينزل هيسمع كلام كده كتير هو مش فاهم اي حاجه. فاي حد اصلا ممكن يكون بيكلمه من وراه، هو اصلا ما ينتبهش ايه ده، هو حد بيكلمني انا مش منتبه، صح؟ انا مش فاهم. شويه مع ان انا قاعد في البلد دي فتره اطول، ايه اللي هيحصل؟ هبتدي اقول بصي انا بدات افهمهم يا نرمين، بس انا لسه ما بعرفش اعبر، بس انا بدات افهمهم. شويه
هبتدي اعرف اعبر خفيف، يعني اللي هو كلمات كده بس عارف. الحمد لله على السلامه ستيج 4، لا ده انا بقيت لهلوبه بقى، بقيت بقى زي ايه، بتكلم بقى لهلوبه زي اهل البلد نفسهم. اذا لما هنيجي نعلم حد لغه حب جديده لازم هو هيعدي بالمراحل دي. اول مرحله مش فاهم اصلا ايه اللي انت بتقوليه ده، انت ليه ما بتمسكش ايديا، انت ليه ما بتقعدش معايا، انت عايزه ايه بس بقى، بلاش كلام فاضي، مش فاهم اصلا انت بتقولي ايه. فدي اول مرحله، لازم عندي صبر، هفضل اعلمك وافضل انت بقى عندك معانا في الرحله فريق مركز معانا، ان انت فاتح قنواتك هتعلم وهستقبل، ومراتي دي معلم، زوجي ده معلم. طيب ابتدي ان انا ابتدي انا اديك اسمعك كتير اللغه دي. لو هي لغه كلام انا اقول لك كلام كتير حلو. طيب لو هي افعال ابتدي اربط لك ان الفعل حلو. انا النهارده والله بس عشان بحبك، وانت والله الدنيا قلت حرام انت راجع من الشغل اروح انا اعمل لك المشوار بتاعك بدل ما انت حرام تعمل. والله ده انا ببقى قاعده بحاول اركز، عارفه انك شقيان وبترجع قبل ما ترجع ازاي اظبط لك البيت واخليه علشان لما تدخل نفسيتك تبقى حلوه. انا ابتدي اديك اشارات اني بعبر لك عن حبي بفعل، بحركات ممكن انا ما انتبه لهاش. يا انا اكتر حاجه بتسعدني لما بحس ان انا بجيب لك هديه، لاني بحس ان انا لما بدفع فلوس وبحس ان انا الله فسعادتي مش اشتري لنفسي اشتري لك، انا بحس. فابتدي اتكلم عن اللغه بتاعتي لحد ما اللي قدامي مره في مره يبتدي يستقبل. ده ما بيضحكش عليا بالهديه، بالعكس ده هو بيقول لي بيتبسط اكتر من لما بيشتري لنفسه. الفرحه في عينيا وانا بفتح الهديه وبشوف دي بتملاه اكتر من ان هو يجيب لنفسه. فابتدي عقلي ايه ده، الله طب ما ده حب. يلا واحده واحده هتبتدي تفتح اهي، والحاجه الضيقه دي توسع 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 عشان اعرف ان انا استقبل. فلازم الصبر علشان نصبر كده على شريك حياتنا وشريكه حياتنا لحد ما يقدروا يدخلوا معانا في اللغه دي. طيب في احتمال لازم اقول لكم عليه، ان الطرف التاني هو بقى انا كده، هو بص انا كده ما بعرفش اعمل الا كده، ولا هتعلم لغات تانية ولا تقولي لي بقى افتحي مسارات، هو انا كده كان عاجبك، هو انا كده وان كان عاجبك. في الحالة دي يا جماعة لو العلاقة تمام والعلاقة حلوة والدنيا جميلة وبيتنا حلو، في زي اي علاقة حتة مليانة وحتة ناقصة، حتة عارفين نعملها حتة بنستراجل فيها، ايه اللي هيساعدك تتصالحي مع انه هو مش بيديني اللغة دي او هي مش بتديني اللغة دي؟ تشبيه كده بسيط بعمله علشان تفكري نفسك وتفكر نفسك بيه، ممكن يساعدك تبقى اهدى شوية. ايه التشبيه ده؟ عارفين لو حد عنده في البيت قطة او كلب، اول ما هيدخل البيت ايه اللي هيحصل؟ القطة هتجري عليه او الكلب ينط عليه وفرحان وايموشنز كده ولعب ونرمي الكورة وفقرة كده مرحة جدا. بس لو انا دخلت وعندي سمكة ففضلت قدام السمكة يلا نجيت يلا، السمكة مش هتبصلك اصلا، هتفضل ماشية عادي جدا بتعمل بديلها كده يلا بصي انا جيت يلا، السمكة مش ولا هتعبرك اصلا. هنا المشكلة عند السمكة ولا عندي؟ لان انا اللي منتظرة السمكة تعمل حاجة هي مش هتعرف تعملها، هي مش في السيستم عندها متعرفش. يبقى انا عشان اتصالح مع السمكة مش هقعد اتخانق مع انت سمكه، انت ازاي ما بتحبنيش، انت ازاي ما بتدينيش، مش شايفه القطه اللي عندي بتعمل لي ايه، وانت مش معبراني انت. لا لازم افهم ان القطه عندها سكيلز غير اللي عند السمكه، القطه عندها سيستم غير اللي موجود عند السمكه. يبقى السمكه مش بتديني ده عشان هي كخه وحشه، عشان هي ما بتعرفش. يبقى اضعف الايمان حاولنا نعلم اللي قدامنا بيريزست لاي سبب مش قادر يستقبل، بدل ما اشوفك برضو وحش وما بتحبنيش وكخه هقول خلاص حرام، هو سمكه السيستم بتاعه مش قادر يقرا اللغه الجديده اللي داخله، السيستم بتاعه مش عارف يديني الحاجه اللي انا عايزاها. هفضل عندي زعل بس بقيت اهدى. في فرق اني اشوفك وحش واشوفك مقصر، اشوفك انت مش ست انت، وفرق ان انا اشوف ان اللي قدامي للاسف عنده عطل ما في السيستم وهو مش عارف ان هو يغيره او ان هو يتعامل معاه. هتبقى الدنيا اهدى. تعالوا نستمتع بجد باختلاف لغات الحب بتاعتنا، كل واحد يشوف ايه لغات الحب، اعملوها لعبه مع بعض، انا بحب ايه وانت بتحب ايه، واقعدوا مع بعض فكروا ازاي هنوسع الحاجه الضيقه دي
ازاي نروح لنسخة احلى، ازاي نوسع قنوات الحب. ربنا كده يملى بيوتنا كلها كده حب وبركة يا رب وخير كده، ونيتنا حلوة، والله نيتي حلوة في الجيرني دي يا رب كده. يعني كتير بشوف الستات قاعدين يتفرجوا على جروبس مين خان مين ومين عملت ايه، وبيسمعوا قصص كلها حاجات صعبة بتكرههم في العلاقة. تلاقي الرجالة قاعدين مع بعض بيشتكوا دايما من الستات. تعالوا نسمع كلام كده يخلينا نغير نظرتنا للعلاقة ونغير نظرتنا لبعض، علشان كده بيوتنا يبقى فيها كده خير وبركة وحب. بشكركم، اشوفكم حلقة تانية ان شاء الله.